شكرا للزميل قحطان عدنان، تحية طيبة لكل مشاهدينا، ومساء الحب ومساء الطيبة ومساء المودة عليكم مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامج شباب يا عراق بفقرة مهنة شاب. اليوم عندنا مهنة الأوتشي، فاليوم راح نسولف على الأوتشي. الأوتشي بدت هاي المهنة، ظهرت يعني بالثلاثينات، واشتهر بها أحمد بن شلوب في منطقة الحلة تحديدا في سوق هرج. فخليكم ويانا، خلينا نتعلم هذه المهنة. غسيل كوي. هسه هاي شنو؟ غسل. ايه هذا يعني هاي خسل وهاي كوي. ماشي يا قلبي. الاسم الكريم محمد صالح. هذا ان شاء الله اذا خسلوا كوي تعال فد 3 ساعات، واذا ما تحتاجه تعال باكر. شكرا. تحياتنا لك، حياك الله. مشاهدينا الكرام، بعد ما استلمنا الوصل من الاخ، عندنا هسه فقرة نعزل الملابس عن الفاتح وحد والغامق وحد. هسه هذا مثلا عندنا فاتح، عندنا هاي الغسالة مثل ما نشوفها مصورنا، وعندنا هاي الغسالة، هاي للغامق وهاي تكون للفاتح. فهسه راح تتم عملية العزل، راح تتم هسه عملية العزل. هسه هذا عندنا فاتح، غامق، عندنا هذا المجفف مثل ما تلاحظون، يفتر ويجففها. مشاهدينا الكرام، تعلمنا شلون نغسل ونجفف. هسه عملية الكوي، فاحنا اخذنا معلومات من الاستاذ صاحب المهنة، قال اول ما تبدون بالياخة، بعدين بالردن، بعدين ناخذها من الصدر ونفتر بها. فخليكم ويانا، خلينا نتعلم. هذه المهنة أنا بديتها من الطفولة، يعني رغبة ذاتية. أما الممارسة الفعلية فكانت من ال90 وأنت الحاضر. زين، ممكن تتكلم لنا شوي على هاي المهنة باعتبارك صاحب الخبرة؟ العفو. هذه المهنة هي طبعا مهنة كلش لطيفة. قلت لك كنت أمارسها بالبداية حبها بالبيت، وامتهنتها بال90 بالذات، يعني بعد إكمالي الوظيفة. صحيح. فبعد إكمال الوظيفة فكرت بها يعني أمتهنها مهنة، فبديت فتحت. أول مرة داومت بإحدى المكاوي ببغداد، وامتهنتها يعني أصبحت لي حرفة وليس هواية. بعدها فتحت هذا المحل. طيب ليش اختاريت هاي المهنة بالذات؟ يعني اكو مهنة هواية يعني لطيفة وسهلة غير هاي المهنة، شنو خلاك تختار هاي المهنة؟ كل إنسان يحب مهنة يبدع بها وما يحس بتعب بها بالعمل.
يعني أنت حبيتها؟ أنا حبيتها وحولتها بنفس الوقت إلى أبنائي هسه مثلا. مشاهدينا الكرام، بعد هذا التعب كله وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم، ونتمنى أنه نالت إعجابكم يا رب، التوفيق لكم. تحياتي لكم، معكم بالتقديم حسام فريد، وهذه عودة إلى زميل قحطان. خليها تصير أكثر جدية. شلون؟ يلا.